الفترة اللي فاتت العراق كل ما تحاول تطلع من مشكلة بتلاقي مشكلة أكبر. تخرج من مشكلة الفساد تدخل في مشكلة الكهرباء، تيجي تبص على الكهرباء تخش في مشكلة الفيضانات، تخرج من الفيضانات تخش على مشكلة نفوق الأسماك. بس الأسبوع اللي فات الحمد لله كان في مشكلة جديدة. المناهج الدراسية بالعراق مشكلة المشاكل ابتداء. التغيير المستمر للمناهج أصبح عقبة كبيرة في طريق العلم والتميز. خروج العراق من تصنيف جودة التعليم العالمي، إضافة إلى أن المناهج الدراسية يؤلفها أشخاص غير مختصين لا تتناسب مع أعمار الطلبة. مليون تلميذ رسب بالسنة الماضية، 1,400,000 يكونون راسبين، وين راحوا ذولا؟ 1,400,000 طفل رسبوا في الامتحانات. 1,400,000 ده احنا لو جبنا 1,400,000 طفل يلعبوا من سيربح المليون واختاروا الإجابات حادي بادي عشوائي في طلاب هتنجح. هذا يعني وتقولوا المناهج لا تتناسب مع أعمار الطلبة؟ مناهج بلس 18 يعني؟ عارضين فيها ايه دي؟ وانتوا كمان زينا في مصر خرجتوا من التصنيف العالمي للتعليم؟ طب ما تيجوا يا جماعه اتفضلوا جنبنا هنا. لا والله تعالوا، والله يعني في مكان واسع، تعالوا اتفضلوا اهلا وسهلا. هم 140 دوله احنا براهم، يعني محتاجين كده نجتهد ونشد حيلنا اكتر عشان نوصل للمركز الاخير. لا يا جماعه اشرحوا لنا المشكله فين في التعليم بالظبط عشان نحط ايدنا عليها. تدرسون طالب بالثاني ابتدائي حاصل الضرب الديكارتي؟ تعريف القلب وأين يقع القلب ومن ماذا يتكون القلب. معقولة؟ أنا اختبرت مجموعة من الأصدقاء، سألت السؤال، قلت له هذا السؤال موجود للثاني ابتدائي تعرف جوابه؟ قال لي لا والله ما أعرف. اكتب العدد بالكلمات. السطر الرابع قبل الأخير بالأخير توفير السكن اللائق. شوف لهم كاتبين اللائق. 855 107 614. هاي نقابة المعلمين. سيدتي الكريمة أنت ألفت الكتاب، عندك استعداد تمتحنين به؟ أكيد والله لا قدام الست وثقة من نفسيها مش جلست بيها. أستاذ الفقه. لا 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 لا. شوفوا المسألة اللي موجودة بالرياضيات، شوفوا هذه، يقول له أنا عدد بين 300 و400 ورقم آحادي 6 ومجموع أرقام الثلاثة يساوي 11، من أنا؟ طبك مرض، منو أنت؟ ايش مدريني بيك؟ أنا عارف إحنا هنناسبه. طبك مرض رقم ابن امشي يا واد من هنا يا واد. رقم إيه وبتاع إيه؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ وأنت يا عم بتنرفز ليه بس؟ هو عيد ميلاد الإكس. اهدى كده، سهلة على فكرة. رقم ما بين 300 وال400 وحادي 6 ومجموع 11 326. طبك مرض، منو أنت؟ جايبها من دماغي على فكرة. وأنت يا طنط خايفة ليه تتسألي في الكتاب اللي أنت مألفاه؟ أستاذ ذو الفقار تمتحن مين؟ عيب، برستيجي ما يسمحليش. أنا أفشخ أطفال ثالثة ابتدائي بأسئلة بتاع ثالثة إعدادي، بس تمتحني؟ أستاذ ذو الفقار مش عشان معادله البشاميل الديكارت ظبطت معايا في المنهج اقوم اعملها لك على الهوا. لا كده المعادله ممكن تجلد معايا. انا بقول لك ايه، احمد ربنا انك ما وقعتش مع الراجل ده. لا بس الاسئله صعبه على الطلاب فعلا يا جماعه، وسبحان الله صعبه على اللي مألفها برضه. رئيس قسم العلوم الصرف في مديرية العامة للمناهج الدراسية في وزارة التربية، ومجموع أرقام الثلاثة يساوي 11، فمن أنا؟ لا خليني السؤال هسه هذا أنا حلي هسه هذه فيها جدول يسموه جدول القيمة المكانية اللي بيه الآحاد والعشرات والمئات. زين. من رسم له الجدول قال له أنا عدد بين 300 و400، إذا عرفها من 3 مراتب، في آحاد وعشرات ومئات. زين. قال له آحادي 6، وضع الآحاد. الحل الرقم مش قد هسه هذا الصور انتوا اللي حاطيه صور بنقص. لا حضرتك انت عارف ايه اللي فيه نقص فعلا؟ الاي كيو بتاعك. بص انا اشرحها لك، تعال بص، احنا هنعتبر ده الآحاد وده العشرات وده المئات. لو شلنا الآحاد وشلنا المئات هيفضل ايه؟ بالظبط العشرات. حطها بقى في جدول القيمة المكانية بتاعتك. لا جيبوا لنا بقى اكبر مسؤول في الوزاره يرد على المهزله دي. يقول الاجتماعيات وكانما اني قعدت في كوكب المريخ والفت الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي. في ارتفاع في مستوى التلاميذ. تعرفين احنا ما عندنا يعني مصباح علاء الدين ابدا، هذا الكلام غير دقيق. ايادي خفيه، مؤامرات. انا اتمنى يكون نوايا استاذ الفقار هي نوايا صادقه لحل مشكله المنهج والتربية والتعليم في العراق، ما تكون هناك أمور أخرى خلف الكواليس. الأمور الأخرى يعني قد تكون جهات سياسية مستفيدة.
معروفه، حكومه عربيه عندها مظاهرات هتبقى ايه؟ مؤامره على طول. دي الحاجه الوحيده اللي مش هتتغير من المناهج. بس برضه يا جماعه ايه السبب ان هم غيروا المناهج؟ المناهج زمان كانت زي الزفت، ليه تخلوها زي الزفت وصعبه؟ اكيد في سبب ورا تغيير المناهج برضه. وزير التربية السابق وبعد ما تسلم المنصب لمدة 4 أيام أمر بإعادة طباعة المناهج الدراسية. كل دورة انتخابية جديدة تشهد الكتب المدرسية تغييرات جذرية أو جزئية وبحسب مزاج الوزير. كل وزير يجي يغير على مزاجه، لأنه الموضوع بصفقة فساد كبيرة. قد تم تغيير المناهج أكثر من 3 مرات. 5 وزراء على وزارة التربية من عام 2003 تمثل إنجازهم الوحيد جميعا باتهام إهدار المال العام. تأليف الكتاب الواحد يكلف الدولة 7 ملايين دينار، كتاب واحد، ويرجعون يدققوه ب7 ملايين دينار. ألفوا ودققوا 154 كتاب. وين راحت مليارات الدولارات اللي صرفت على الطباعة؟ حتى لو غيروا المناهج بس على مود انه يستفادون كم فلس. عملية ممنهجة لتدمير التعليم في العراق وسرقة الملايين من الدولارات. اخوان هاي كتب وزارة التربية، كتب مسلفنة بالباكية من شركات الطباعة إلى المزابل، السيارات. القرآن الكريم هاي رزمة. وزارة التربية انطفلت على الإعلام نهائيا، يعني ما يجاوبون على تليفوناتنا، ما يقبلون يتواصلون وياهم. تطلع الناطقة باسم وزارة التربية هديل العامري يقول الوزير ما عنده قصور، ووزير التربية يشكو يقول ما عندي موازنة. هاي الموازنة. ايه ده؟ هو ده السبب يعني؟ عايزين تسرقوا من طباعة الكتب فتبوظوا التعليم؟ ده الغشومية دي يا جماعة. لا لو كده احنا نديكم خطة تسرقوا بيها أحسن. يعني بص هقول لكم حاجة أحسن من كده بكتير. انتوا بصوا تستلموا نماذج الكتب اللي عايزة تطبع، وتقولوا الكتب في المطبعة. طبعا مش هتطبعوا حاجة، بس بعد أسبوع تقول لهم طبعناها كلها، بس مية المطرة والمجاري يا خسارة دخلت المخازن من الباب الرئيسي، وكل الكتب باشت، ده مكلفانا 7 مليار. إيه؟ فيلم قديم؟ فيلم هندي؟ ده بتاع البنك المركزي الفيلم ده. أنا آسف معلش. ما هو من كتر الفساد يعني مبقاش عارفين نجيب منين ولا منين. لا لو كده بقول لكم ايه، تعالوا عندنا مصر خدوا لكم كورس احسن من كده في الفساد، بس انتوا مفضوحين جدا. في النهايه العراق اللي تقريبا من 2003 ما بقاش فيه اي ملامح للحاضر عايش على امل وحيد، وهو ان الاطفال يقدروا يبنوا المستقبل. الرساله اللي بنوجهها لاي حكومه عراقيه بغض النظر عن الاشخاص والتوجهات: خدوا كل فلوس الدوله، بيعوا كل مواثيق الشرف والكرامه، مش مهم، بس سيبوا الاطفال تتعلم وتعيش، علشان دول اللي هيبنوا مجد المستقبل تاني للعراق.